كورة منطقة الجيسكا، محاولة خطيرة لبرا، تسديد لكن البرا، كرة تنتهي خارج ميدان. معتز صدام، معتز استلم، سدد، تسرع في التسديد. معتز صدام يضيع رأسية والحارس يبدع مشادل. كرة طار لها حارس مرمى الجيسكا، رأسية في المرمى، هدف يضيع والترجي يبدأ التهديد. كرة أبدع من خلالها برد فعل سريع براعي. كرة منطقة شبيبة القبائل، رأسية، كرة خطيرة عند الحارس مجادل. الترجي وثقافة الفوز حتى وان كان الفريق في مباريات لم يقنع من خلالها، اللي يبدع من خلالها بالرمضان، والكرة إلى ضربة مرمى. كرة عنت العارضة، ضربة مرمى لصالح الفريق بالكرة. شوف الضغط العالي من لاعبي الترجي، الحكم في البداية تردد ولكن بعد يصفر يحتسب خطأ. شوف الإعادة هنا، الضغط أمامنا، التدخل واضح، مساحة عرضية، رأسية لبرا إلى ضربة مرمى. الضغط مستمر متواصل من شارب الترجي. شفنا مشين يخسر كورة، صابر يتابع، صابر يا صابر، ولكن في المرمى مجابل رايع شدة للحارس الجزائري. الحارس امتد للكورة، الحارس تصدى ليها. كرة تبقى منطقة الجيسكا، هنا الضغط التونسي والحكم يقول خطأ. الحكم يحتسب كرة ضد بوغرين صابر. الجزائري محاولة خطيرة للجيسكا، ردد الفريق الجزائري يسجل. الجيسكا يضرب الترجي ولكن في تسلل، التسلل موجود. يبقى علي الترجي، كوسيلا باتجاه الجمهور يحتفل. كوسيلا بوعلي يسجل. هل الهدف يحتسب ام ماذا؟ المنافس كورة من الجانب، تلي رصية قوية في الكرات الثابتة، خطير الفريق التونسي. هذا توكاي رائعة جدا، أجواء كبيرة، أجواء أوروبية عند بن حميدة ينطلق بن حميدة والحق وقريب بالكعب. هذه تسديدة قوية والحارس مجابر سددها بالرمضان. هنا تكمن خطورة بالرمضان في الكرة الثانية. هنا التحضير ممتاز من صابر، يسدد عليه ولكن مشادل يلعب دور متألق من خلال الشوط الأول. أمامنا مع تراجع ركاب الفريق التونسي والخطأ موجود، الخطأ واضح. بالرمضان دالي الكرة الشابكة 1-0. الترجي سجل عن طريق دالي، هو مفتاح الفوز، هو مفتاح العبور للدور النصف النهائي. فريق باب سويقة يفتتح باب التسجيل. كرة الأسبقية وكرة تساوي تأكيد الذهاب للدور القادم. يفتح الباب من أجل الذهاب للمربع. شوف الإعادة، كرة طويلة تابعها دالي، سددها بالرمضان بيسرى صعبة على مجادل. مضرب يساوي التساوي بمجموع المباراتين. كرة تنتهي خارج الملعب بعيدة إلى ضربة مرمى لصالح الفريق التونسي لمصلحة الترجي. الدفاع تعثر بوغرين بينما الحكم يحتسب خطأ. خلاص الأهلي المسند رجع كرة لوراء، كرة ترجع والترجي قادر على الثاني. هنا المحاولة تضيع، كويل ينجح التمرير، جيسكا بالهجمة والحكم يقول خطأ لصالح الفريق الجزائري شبيبة القبائل. ترجي في مواجهات امام الانديه الجزائريه. بالرمضان يسدد، بالرمضان بيسرى بوعاليا سهله عند التسديد بقوه. الحارس يتصدى لوجود التسلل، لا التسلل موجود وركله حارقه المباشره. وهذا هو الجمهور الفريق الجزائري. التسديد لكن بعيده، فعيل بن حموده يسدد بيسرى، انطلاق بن حموده جرب حظه. الكره تنتهي الى ضربه مرمى. شوف لي هذا كره، هذه عمليه هجوميه للفريق الجزائري سهله تنتهي عند
بن شرفيه. جزاء حاول اللحاق بها اللاعب رايد الفاتح، تنتهي يسار عند مشادل. شبيبه يحاول لبن رمضان، بن رمضان يلعب كوره، بن رمضان سهل عند الحارس مشادل. سيد ينطلق بن حموده، حكم المباراة يحتسب خطأ. مسك واضح من جانب اللاعب قاسي، هذا هو بن حموده 27 المهاجم اللي دائما يبحث بينما عرضيه من بن حميده والدفاع الجزائري موجود. رمضان كوره منطقه الجزاء، تغطيه تتم هنا، المتابعه من اسامه قتال، تسديد على الطاير والحارس بن شرفيه، تصدي من جانب معز اسامه قتال. ترجع بخطأ لصالح فريق الترجي. الوقت يا مولى، الجزائرية خطيرة، ركنية، كرة صدمت توكاي، ركنية لصالح الشبيبة. هذا الترجي الفريق الجزائري في كرة خطيرة، تبقى المحاولة مستمرة، الهدف لصالح الجيسكا، كرة من سقف المرمى، يعدل الفريق الجزائري 39، يسجل رضوان سردوم. رضوان سردوم يستغل التراخي الواضح في صفوف المكشخة، يرفض الخسارة الفريق الجزائري. رضوان بن رمضان، بن رمضان دالي الكرة الشابكة 1-0. الترجي سجل عن طريق دالي، هو مفتاح الفوز، هو مفتاح العبور للدور النصف النهائي. فريق باب سويقة يفتتح باب التسجيل، كرة الأسبقية وكرة تساوي تأكيد الذهاب للدور القادم. يفتح الباب من أجل الذهاب للمربع. شوف لعبة، كرة طويلة تابعها دالي، سددها بالرمضان بيسراه، صعبة على مشاتل. مدرك هذا الترجي الفريق الجزائري في كرة خطيرة، تبقى المحاولة مستمرة، الهدف لصالح الجيسكا، كرة من سقف المرمى، يعدل الفريق الجزائري 39، يسجل رضوان سردوم. رضوان سردوم يستغل التراخي الواضح في صفوف المكشخة، يرفض الخسارة الفريق الجزائري. رضوان مباراة وقمة الإثارة إياب دوري أبطال إفريقيا، ترجي وشبيبة القبيل، بعد انتهاء لقاء ذهاب بنتيجة 1-0 أعتقد لمصلحة الترجي الرياضي، ولكن مباراة الإياب راح تكون مباراة حاسمة.